السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. وحذاري من الأخطاء، الهدف الثاني صعب في هذه الأوقات، الهدف الثاني نعم الصعب المهمة في دفاعات فريق الوداد الرياضي جاءت عن طريق الهدف الثاني. موكوينا ماذا هناك؟ موكوينا يتفاعل وموكوينا نعم يريد المزيد. شوف الإعادة، يعني دائما نتكلم عن إعادات الكرة للخلف، عن إعادة الكرة للخلف. دين بوارا عاد الكرة للخلف وبالتالي منح هدية للاعبي ما حطها في الشباك. 2-0 بأخطاء. نحن من نمنح الصن داونز هدية في الشوط الأول كما الهدية في الجولة الثانية مشاهدينا. إذا موطيبا يستغل الغلطة من عادة الكرات للخلف وتمرير كرات بالعرض أمام تواجد عدد كبير من لاعبي الصن داونز. أمر الوداد أنا كنت أنتظر رد، لكن أيضا لا بأس في ذلك يعادل. داونز يتقدم أكثر ويخلي مساحات خلفه بينما انطلاقة والتدخل كان ممتاز. الهدف الأول، الهدف الأول لماميلودي صن داونز ليسجل قبل لحظات من نهاية الشوط المباراتي الأول. حذرنا من منطقة الجزاء، هنا في غفلة من الدفاع. مهاجم الصن داونز يتم مشاهدينا الكرام شالوليلي الغايب عن اللقاء الذهاب، لكنه حضر الإعادة لحظة الانطلاقة ولحظة تواجد شالوليلي. هذه الإعادة الكرة التغطية كانت سيئة جدا أمام الشالوليلي. هذه من زاوية أوضح. الكرة الماضية شوف كيف باغت يحيى، كيف تفوق على يحيى رغم أن يحيى كان في وضعية تسمح له بقيه، وبالتالي خطأ في التمركز، خطأ في الرقابة يمكن الصار، وبالتالي إلزامية التحرك الآن من كتيبة عادل رمزي. كما كان متوقع ماميلودي صن داونز لحظات من نهاية هذا الشوط، والوداد أن يقول منح الفرصة لماميلودي. هو أول شيء هدف توقيت الهدف كان صعب جدا مع نهاية الشوط الأول. هذا استقبال الأهداف مهم جدا، لكن كما قلت كانت هناك سيطرة، كان هناك استحواذ لماميلودي صن داونز لكن بدون أي خطط جيد. مشكلة الوداد هي في التحولات، دائما كان هناك بطء في عملية سريع وكان ممكن يعمل خطورة على فريق سان داونز. سان داونز صحيح أنه كان مستعود، وهنا الهدف عالي في مثل هذه المباريات. 12 دقيقة أنا أشوفها كان وقت كثير أضافه الحكم. حتى دور وسط الميدان الدفاعي في الهدف يتحمل مسؤولية، لأنه نشاهد هنا المدافعين امام صاحب الكره، لكن على مستوى التغطيه من وسط الميدان لانه كان يفقد اول شيء الكره بشكل سريع. في عمليه الضغط مشى حتى في عمليه الخروج، لانه يعني ضيعنا كرات كثير في وسط الملعب، خصوصا وسط الملعب المفروض هو اللي يكون مركز اكثر في المباراه، هو اللي يمكن ينقص حماس اللاعبين على مرمى فريق الوداد. كما قلت البحري اليوم معزول ويركض دائما إيراد. نعم، سنتحدث عن ولكن ذلك. يجب دائما اللعب التركيز كما قلت. لا زالت 45 دقيقة. ونحن نشاهد بعض المحاولات التي أتيحت لماميلودي صن داونز. كابتن هيثم، بدأ أن ناجحا إلى حد الآن في الشوط الأول. هو كان ناجح إلى الوقت بدل الضايع، مش هنسى اختيارين. ومشكلة أو ميزة الفرق اللي ما عندهاش غير اختيار على اختيارين، منها التعادل فلجأ للدفاع البحت. انا في وجهه وانا اشوف ان في خطأ كبير جدا من المدافعين ان هم بيرجعوا الى مناطق قريبه جدا من حارس المرمى يوسف المطيع. لابد يكون في جاب نوعا ما تبعد المهاجمين عن المنطقه الخطره وتقريبا في منطقه البوكس. ميزه ماميلودي صن داونز ان عنده لعيبه بتتحرك بشكل جيد في البوكيت ياخدوها، ودي حصلت اكتر من مره وتحديدا في لقطه الهدف، لان كان لازم يكون كبير جدا من مسجل الهدف، لان كان معاه مدافع وحارس المرمى وهو لعبها عاليه في سقف الشبكه، لان عادت بين الخطوط الوداد ماميلودي صن داونز بيلعب فيها الارتداد بتاع لعيبه خط الوسط على المرمى، وحذرنا من تصويبات فريق ماميلودي صن داونز.
الجاب اللي بين المدافعين وتحديدا الزون 14 تكون محميه، لان هي دي المنطقه اللي بتسجل منها او المهاجمين، ده كبير قوي، ده ما كان يجب ان يكون. لازم المنطقه دي اوكي الكره مش متصوبه جامد، ولكن هي مش باينه ما بين الاقدام، فيدوب يوسف المطيع المدافعين وتفكيره الحقيقه كان جيد، لانه عارف ان يوسف والمدافع هينزلوا على الارض، فلعبها هو عالي شيبنج في سقف الشبكه. هدف مميز، ولكن كان منه حصل دخل فيه شباكك هدف. عشان تفوز بالبطوله لابد انك تسجل، لابد انك تسجل، لا افراط في الهجوم ولا تفريط في الدفاع، لابد ان انت تلعب بعقلانيه شديده جدا. عفوا على المقاطعه، ونحن نتابع كابتن يوحد. كل الاحصائيات تصب في مصلحه ماميلودي سان داونز الشوط الاول. صحيح كان استحواذ صحيح، كان تقريبا 73%، لكن بدون خطوره، يعني ماشي ثلاثي سرغات ودراوي الحيمود. فعمليه التحكم في دائما نفتك الكره ثم نضيعها بسرعه، بالتالي دائما احنا مضطرين ان ندافعوا بشكل لاعبين مهاريين، لاعبين سان داونز، ثم ممكن يسجلوا هنا في اي لحظه. المفروض حتى الخط الدفاعي يطلع شويه، يطلع البلوك الدفاع بعيد شويه على المرمى، انا الاصابه مأثره عليه، ونجم حتى البحري مصاب، يعطي فرصه لانه حتى في عين. وسفيان ممكن ان يفيد في الكرات العاليه، لانه يجيد الكرات التحركات، لانه هذا اللاعب الوحيد اللي كان ممكن يعمل يصنع الفارق لانه سريع، وعندهم دائما يبقوا يخلي اللاعبين المهاجمين معزولين. المفروض الحيمود يصعد بعض الشيء من المهاجم البحري، لانه دائما البحري معزول ما يقدرش وسط ثلاث لاعبين مدافعين قرب بعض الشيء. وانا اشوف التغييرات، خصوصا التغييرات على المستوى الهجومي، يدخل مكان الحتيمي ويعطي حتى كذلك فرصه للاعب لانه عنده خبره، رغم انه ما يفيدك في 20 دقيقه او 25 دقيقه. كابتن هيثم، البدء مباشره بالتغييرات ام انتظار رده فعل؟ مباراه عن يحيى جبران وتعويضه. لو كان بيلعب اشوف ان ما زالت هناك فرصه للتعويض، وخصوصا ان احنا ما شفناش قدرات الوداد الهجوميه، هي الفاولات والبطاقات الصفراء، مفيش ولا تصويب على المرمى، مفيش ولا ضربه ركنيه، مفيش اي حاجه. اشوف وجه مخالف للوداد في الشوط الثاني، انت خلاص خسران 1-0، البطوله بتضيع من ايديك، فلا بد ان انت فريت، لان انت مطالب ان انت تسجل، ولكن الهدف الثاني هيكون فيه صعوبه برضه لو تمكن فريق. لاعبي ماميلودي سان داونز وكانهم يبحثون عن الخطا لاستغلال، خصوصا الاخطاء الجانبيه، دائما تكون 3 أو 4 اخطاء كانت ممكن تشكل خطوره على حارس فريق يقدم مستوى جيد، ممكن يغير من الوجه الوداد خصوصا على مستوى الهجوم. ما ربما كابتن يوسف حتى في عمليه صناعه الهجمه او بناء الهجمه لا يجد الحلول المناسبه لتمرير الكره. صحيح.